هل تعلم أن 7 من كل 10 أشخاص يتعرضون لشيخوخة مبكرة للبشرة وهم لا يشعرون بذلك؟ السبب ليس التقدم في العمر ولا الجينات وحدها. السبب خفي صامت يلامس وجهك كل صباح دون أن تلتفت إليه. إنه الشمس. لا، ليس فقط في فصل الصيف، ليس فقط في الأيام الحارة، بل في الشتاء، في الأيام الملبدة بالغيوم، وحتى أثناء جلوسك داخل السيارة. اليوم سنتحدث عن السلاح الأهم الذي قد تهمله: واقي الشمس. في هذا الفيديو لن أقول لك فقط ضع واقي الشمس، سأشرح لك لماذا هو خط دفاعك الأول عن جمال بشرتك وصحتها. سأعطيك معلومات علمية، دراسات حقيقية، ونصائح عملية تغير نظرتك تماماً لهذه العادة اليومية البسيطة. فإذا كنت تريد بشرة مشرقة، شابة وصحية لسنوات قادمة، فابقى معي حتى النهاية. واقي الشمس ليس مجرد منتج تجميلي، إنه وسيلة وقائية تصنفها منظمة الصحة العالمية ضمن أهم الإجراءات للحد من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية. هناك نوعان من الأشعة التي تضر بشرتنا: UVA تخترق الطبقات العميقة من الجلد وتسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والتصبغات. UVB تسبب احمرار الجلد والحروق، وهي المسؤولة الأكبر عن سرطان الجلد. وفقاً للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن 90% من علامات الشيخوخة المرئية على الجلد تنتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية. في دراسة نشرت في دورية Annals of Internal Medicine، تبين أن الأشخاص الذين يستخدمون واقي الشمس بانتظام يومياً تقل لديهم نسبة ظهور التجاعيد وترهل البشرة بنسبة تزيد عن 24% خلال 4 سنوات ونصف فقط. واقي الشمس أيضاً يقي من سرطان الجلد الذي يسجل سنوياً أكثر من 5 ملايين حالة حول العالم، وفقاً لبيانات مؤسسة سرطان الجلد. لنكن صادقين، كثيرون منا يقعون في أخطاء تجعل واقي الشمس عديم الفائدة، ومن أبرزها الخطأ الأول: وضعه فقط عند الذهاب إلى الشاطئ أو في أيام الصيف الحارة. الحقيقة، الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال العام وتخترق السحب والزجاج. الخطأ الثاني: وضع كمية قليلة جدا. الوجه يحتاج إلى مقدار يعادل حجم إصبع كامل، أو ما يعرف بقاعدة إصبعين للوجه والرقبة. الخطأ الثالث: عدم إعادة وضعه. واقي الشمس يفقد فعاليته بعد ساعتين من التعرق أو ملامسة الماء، أو حتى بشكل طبيعي بعد مرور الوقت. الخطأ الرابع: الاعتماد على واقي شمس يحتوي على عامل حماية منخفض. الحد الأدنى الموصى به هو SPF 30، ويفضل SPF 50 للوجه. الآن، كيف تجعل واقي الشمس جزءاً لا يتجزأ من روتينك اليومي؟ إليك 5 نصائح عملية. الأولى: اجعله آخر خطوة في روتين العناية بالبشرة الصباحي بعد المرطب وقبل المكياج. الثانية: اختر واقياً يناسب نوع بشرتك. للبشرة الدهنية، واقي شمس خال من الزيوت أو بتركيبة هلامية. للبشرة الجافة، واقي شمس مرطب. للبشرة الحساسة، واقي فيزيائي معدني يحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم. الثالثة: لا تنسى المناطق المنسية: الشفتان باستخدام بلسما بعامل حماية، الجفون، الأذنان والرقبة. الرابعة: احتفظ بواقي شمس صغير في حقيبتك لإعادة وضعه خلال النهار إذا كنت في الخارج. الخامسة: إذا كنت تستخدم المكياج، لا تعتمد فقط على كريم الأساس الذي يحتوي على عامل حماية، لأنه غالباً لا يكفي بكمية تغطي البشرة بالكامل. هذه النصائح وحدها كفيلة بمضاعفة فعالية واقي الشمس لديك. تخيل معي شخصين في سن 40. الأول بدأ استخدام واقي الشمس يومياً منذ العشرينيات من عمره. الآخر لم يستخدمه إلا نادراً. الأول ستجده ببشرة موحدة اللون، مرنة مع تجاعيد خفيفة جداً حول العينين فقط. أما الثاني فستلاحظ تصبغات متفرقة، جلداً أقل مرونة، وخطوطاً دقيقة أكثر وضوحاً. هذا ليس خيالاً. في دراسة شهيرة أجريت على توأمين متطابقين في منتصف الأربعينات، كان أحدهما يستخدم واقي الشمس بانتظام والآخر لا.
الفرق كان صادماً لدرجة أن الصور نشرت في المجلات الطبية كدليل على تأثير الشمس التراكمي. والآن أريد أن أسمع صوتك في التعليقات. كم مرة تستخدم واقي الشمس في الأسبوع؟ هل كنت ممن يظنون أن واقي الشمس مخصص فقط للصيف؟ وما هو التحدي الذي يمنعك من استخدامه يومياً؟ اكتب لي إجابتك الآن، لأن تفاعلك هو ما يجعل هذا المحتوى أكثر فائدة للجميع. ربما تعتقد أن الأمر مجرد روتين بسيط، لكن الحقيقة أن بشرتك هي أكبر عضو في جسمك، وهي المرآة التي تعكس صحتك وعمرك الحقيقي. كل مرة تخرج فيها دون حماية فإنك تترجم سنوات من عمر بشرتك إلى أيام. لا يمكنك أن تعكس أضراء الشمس بالكامل بعد حدوثها، لكن يمكنك أن تبدأ من اليوم في حماية ما تبقى. أنت تستحق أن تنظر إلى المرآة بعد 10 سنوات وتشعر بالرضا، لا بالندم. وخلاصة القول: واقي الشمس ليس رفاهية، بل ضرورة يومية مثل شرب الماء وتناول الطعام الصحي. يحمي بشرتك من التجاعيد المبكرة، من التصبغات، والأهم من ذلك من الأمراض الخطيرة. لا تنتظر حتى ترى الضرر ليصبح متأخراً. إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى أن تضغط زر الإعجاب، فذلك يساعد في وصول المعلومة إلى غيرك ممن يحتاجها. شارك الفيديو مع شخص ما زال يهمل هذه العادة، وإذا لم تكن مشتركاً في القناة بعد، اشترك الآن وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد عن العناية بالبشرة والصحة. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.